ما نقدر نطلع من برا واحد المطر يستعمل هذيك تعال لا شخوا أمزانم بشتي داق كريا دولتات ترك لسر باجاري سريكاني ملت سريكاني وندواري ويقش كوش بربون يكجيك اف كامبات افاكرنج بو ملت مي سريكاني جي خوتيت بقرن اف كامبري 6 سال شخوهات افاكرن جس دسبيكا ملت درباسي سري في كامبي بون وحيا انا افا 6 سال قديا براستي آلیکاریا منظمات جوی مخمیر گلکی کیم بو بتانی ریبریا خسر او بیجبار هلتانی یک ده منظمات تانی اوجی آلیکاریا متکرن لگور امکانیات اخو اوجی شخوا او کیمانیا منظمات در حقی وی کامپی هات کرن در روشا آوارت درکت آگبری سه روزا امتد در باس بون روشا آبارانی بو گاوا فیضان چه بو براستیج برگ بنیه تحتی ابدا نمضبوط بو شارعی کامپی ابدا وقبیج گلکی ضعیفات تیر در باس کرن و چقیسی ما بان دکر مدگود يعني حتى ظهروك دروجا باران تي دروجا ايج نورمال ده باران دهات زاروك نكاريبون بشوان دبستانا خوا اجبر قري قش حريبون لبالي كسل ما قهدارت النبو شخواد فيرا وشاء اوارتد براسي قال لك زحمتك شاندن يعني حتى كون كتن عرديده وشارع تجا بون يعني إنسان ما قريب ودركتايا أزماك ما ما وقبيج وكي إدارة مخيم دس ما علي كاريج حما منظمات خوست يعني هات المنظمات هات اللي بلي ندوي جرانيا أو روشاق أمتد درباس دون يعني ملد بحاجتي تشو دوي دقيدم بحاجتي آليات أبو بحاجتي قريج وار بفكرن بحاجتي واجبن واكوني آف درخن يعني أفكار نهات كرنج ملي منظماتها بتهني بلدي المخودي دركت بلدي ماي حسكيل المخودي دركت شخوا از وبيج في لقاء خوجي از سباد في لقاء جي از سباسياواتكم وكي إدارة وكي كارمنت از اي كسيسر آليات وانات سكنة سباسياواتكم براستي دست بدست تركامنا كرن حياة اف كوش برجوي زحمتيا هاني درخستن وبيجي روشاء شارعة وانا جارة سر كرن يعني حتى بوري والياتي حقران قش آنين كامبي جدلو جانت شغولين جبر اف ملتي من دي جزيرة دي بينج شش كامبي مهبون يعني بتاني حري زحمتي دكشان كامبا سريكاني عيني كامبا واشوكاني بوجي بس بشكي روشاوي تشيتر بو سريكاني سريكاني قال لك زحمتك شان جالي منظماتها يعني وقت بيجي او اليكاريا وكي كوشبر غريكي بستاندايا جمله منظماتي جناوي انسانيتي الخود كن والله نستندن يعني جرانيا حري زحمت ما عارف بريا خسر بو اف داخوازامي سركه يعني حياه كنجي ور ايرورو از دوری باجاری خوام ساعتك نقابام باجاری مدبه از بن کونا جیان بکم کسن غریب ج محافظان دن هاتن درباسی مالام بونه و دبیجه تلفون جمله ترفت کد بحیات 10,000 و 3,000 دلار ندمه از خانیه تبشوطین مزدر کردم يعني وا زمينا كبين بشتي اف اتفاقيات تشيبون هدي بشكي زلال دبن يعني وا فوق سيلفر الجمل كامبيتين ملد بنتين بس نحر كسكار هروره انا امدوي هيفيدنا وداخوازيامش حما وبيجا كسي سر في اتفاقيات كاردكن بشكي عجله بكرن وفي ملتي جوي ايشا خاني درخن براسي روشاس كامبا سريكانيه يعني بشتي في روشا ورتا فيضاني قلكي زحمت بويه قلت شغي سبيع يعني وبسرعات دبي اتفاقيات بكرن واب ملت بروشك آرامي درباس وقبيش بروشك آرام درباسي باجاري سريكاني وندواري ويقول لك باش به مزانا بنتك جواب نودا انه تشي مخيمات السوري هبه قرق بيرا راكرن يعني ام دخوازن يعني روشا سريكاني زوزو برجع بيدر باسكري يعني بلاتيمي سريع اي عفريني وقبيج الدفعه اول تشون براسي ام قش ام كيف خوشبون انسانك فقر مالا خو فقر عرضي خو يعني انا ملتي مدبيجن دبي برا ام دروشا او لكاريه برا ارام به
كسي يعني إشي خوش منينه برا خانية ما خراك لما يكوني خوش فير بمعمل سر عرضا خو تاني دينا بتاني أموك بيج بكرامتا خو بعيشن يعني أبدا خو زيامة حكومتا دمكير أذا الجوري وبرياري به يعني أم تخوازن وك بيج أب اتفاقي زو بمشاندن أب ملت وگر عرضي خو وگر مالا خو بكرامت وگر شخوانا وگر جاري بطرس وبزحمت وگر وجاري دوي قلق ده والله أزدر كذا إيرو از بين كشتن زارو كين بين كشتن. وبهالأوضاع هاي المأساوية نحن حاليا بهالأيام هاي بفصل الشتاء عم نستقبل هطولات مطرية زخات مطر تكون قوية بالمخيم. الأهالي ما عم تقدر تتمكن أو إنه درء هالهجمات هاي إنه هي ظروف جوية صح. وضع الأهالي كمعيشي مأساوي من خلال معيشتهم من الظروف الجوية. نحن ما أقصد فيها الأوضاع الاقتصادية ولكن أكثر شيء الجوية. الخيم اللي كلها مخزقة والمثقوبة، الخيم حتى اللي كانوا معمرين داخلها عبارة عن شبه الحوض من تحت من الأساس. نحن خلينا نقول تدرق شوي المي صار عليها طفح، المي عم تدخل عليها حتى في بعضها قلة القليل يعني عشرات الخيام اللي ما هي مخزقة أو فيها إنه شرخ أو شيء يكون داخل عليها مي من الجوار اللي بالطرقات أو اللي صاير حفر مياه صاير مثل شبه بحيرات عم تفوت على هاي الخيام. أغلبية الأهالي ما عندها عمار أو غرف. في بعض الأهالي الأغلبية عندهم المرضى، عندهم صغير العمر، عندهم كبير العمر، يكون عندهم أمراض مزمنة اضطروا لعمار بناء من اللبن أو أي شيء كانوا يتدرقوا فيها على الغرف. حتى الغرف هاي ما سلمت هالشيء هذا. إن شاء الله نحن نرجع على بيوتنا، ولكن كمان نحن نتأمل عدا المعاناة والمأساة اللي نحن عانيناها بهالمطر هذا وهالهطولات المطرية هاي الجاية ما شاء الله الله يعطي الخير كمان. وما حدا إغاثة إن كان حتى الأحزاب السياسية. نعرف الأحزاب السياسية ما راح تقدم مثل ما تقدم الجمعيات أو المواد الإغاثية أو المنظمات. وكمان إنه نشر الواقع المأساوي للمخيم كمان. كمان نتمنى كمان يكون في دعم للأهالي بمد يد العون كمان بتسهيل أمورهم بالعودة الآمنة كمان على مناطقهم كمان. وكمان يتركوا هالمخيم هذا وكل واحد يرجع على بيته معزز مكرم. يعني في عندنا مثل يقول من خرج يعني برا بيته قل مقداره، برا داره قل مقداره. صح كلامك. ونحن بهالمخيم هذا أحس كمان في قلة قيمة، ولكن نحن عم نتأمل نحن نرجع لمناطقنا ونتلافى كل هالشيء هذا وننسى هالمعاناة والمأساوية.